السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأفاضل، متابعينا الأعزاء، نتمناوكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. بطبيعة الحال شفتوا الفيديوهات الأخيرة ديال يسرى ستيل وديال الزوج ديالها زهير، تا هو اللي صبحت عنده قناة وتا هو ولا باغي يدخل المداخل من الأدسنس وتا هو ولا باغي يدير الفلوس من الأدسنس من بعد ما قالوا بعض المتابعين وبعض القنوات في الكومنتير أنه داك الشيء اللي كان تيحلم به أنه ياكل فلوس يسرى الزوجة ديالته ما لحقلهاش، لذلك قرر انه حتى هو يفتح قناه ويدخل دوك المبالغ ويدخل حتى هو الفلوس ويدير لاباس منين من الادسنس، وبالهضره هو يهضر وهي تهضر وكل واحد يهضر. المهم ما عندنا غرض في هذا الشيء. نتمنوا انكم تتبعوا معنا هذا الفيديو حيت عندنا فيه تحليل مزيان بخصوص هذا الشيء، وشكون اللي كيبان لكم غلط وشكون اللي راه هو داير هذا المشكل وشكون اللي مكبر هذا المشكل. وايضا غادي نتكلموا على القضيه ديال يسرى والنصائح اللي كتقدم وقال لكم الاشياء اللي كيستافدوا منها الناس، وغنتكلموا بزاف د المواضيع عن المتابعين العزاز. اللي نتمنى منكم هو انكم ما تبخلوش لنا باللايكات ديالكم، بالتعليق ديالكم، بالبارطاج ديالكم، وشكرا لكم على اي حاجه المتابعين العزاز اللي كتخليوها لنا في الكومنتير او كتخليوها لنا في ميساجات في واتساب او انستغرام. تنشكركم بزاف 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 المتابعين، وعلى بركه الله نبداو. كيشنا يسرى بنت بوكريشه اللي صراحه نشوفوا المتابعين بكم واحد الحاجه، معظم المتابعين دابا تقسموا الى نصفين، نصف تأيد الزوج والنصف تأيد الزوجه. كي كنا تنشوفوا كاع في هذه الحالات ديال الطلاق وفي هذه الحالات المشاكل، ولكن قليل اللي كتلقاه غادي في الوسط، ما هو مع هذا ما هو مع هذا، كياخذ بعين الاعتبار، تيشوف الموضوع كيفاش هنا ويشوف كيفاش هنا ويحاول انه فهمتي يهضر بالمنطق. انا من هذاك النوع، انا ما مع يسرى ما مع راجلها، انا مع الوسط، شد العصا من الوسط وتنشوف. اللي بغيت نقول هي يسرى دابا كتقول ان هي ندمات انها تسرعات وانها 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 شوف قالك البكا مر الميت خساره، تتسرعتي تزوجتي ولا تسرعتي ولدتي هذاك الشيء تيوقع، ولكن خصنا نكونوا واقعيين ونكونوا واضحين. فعلا انت تبقاي في اي انسان، انا بعدا خصوصا تبقاي فيا، علاش انا باقا بنت صغيره. المتابعين راه ما تمشيوش بعد تشوفوا الزواج رجليها طفخات صحيحه، فهمتي هذا كذا حكا عندها طوموبيل، عندها حكا واحد لاجو دو بونج ديالها، عندها كذا عندها كذا، راهي كبير. لا، البنت راه باقا صغيره، البنت راه هي باقا كتهضر على شي اشياء اللي باقا البنت باقا مسكينه، باقا هي باغا داك فهمتي داك الحنان، داك الحنان الزائد، داك الحنان الاطفال. علاش انها بعدا هي حتى من صغرها ما كانش عندها داك الحنان. حنا عارفين المشاكل اللي كانوا مع امها واللي كانوا بين بوها وامها، فهمتي البنت ناقصه حنان. شنو كانت تتقلب على داك الزوج. باش قلت لكم تبعوا معايا الفيديو تسمعوا مزيان، وهي براسها راهي تفرجت في هذا الفيديو غتعرف، فهمتي كانت تتقلب على داك الزوج اللي غتلقاه يشدها كي تنقولوا ويدلعها فهمتي ويبطبط عليها ومن هنا ويجي تكون هي في الكوزينه ويجي يبوسها من عنقها ويعنقها ويقول لها واش دوزتي نهارك وكذا فهمتي، ويكونوا كيتفرجوا في فيلم رومانسي بالليل ويزيدها عنده وكذا، وداك الشيء ديال فهمتي الافلام ديال الحنان. هذاك الشيء هي ما لقاتوش في هذا الراجل ديالها. لذلك بطبيعه الحال ما غاديش تفهمي. هو على ما كتقولي انه كان طامع بزاف د الحاجات، وهادو انا نقدر نكون متفق معك في 50% او 70%. كان طامع بزاف د الحاجات. هو عاوتاني كان تيقول ديك البنت باقا صغيره وغادي ندير هكذا، عندها الفلوس تدخل مبالغ كبيره، تسمع 7 المليون 8 المليون 12 مليون في الشهر. قال كيفاش غادي نبقى ندير، غتبقى تعطيني واحد من هنا، غندير كذا غندير كذا غندير، فهمتي. هو عاوتاني هذا هو النوايا. صدق هو ما لقاش داكشي اللي كان ناوي في ديك الانسانه، وهي ما لقاتش داكشي اللي كانت ناويه في داك الانسان. هنا هي كي تنقولوا قصاح الشغل، ولاو بداو في المصاريف، بداو في الحقيقه، بداو في الكرا، بداو في هذه هما تيتزادوا المشاكل حتى وصلوا لهذا الشيء دابا اللي راهم فيه. حنا شوف والله ما نقولوا لهم حكا كذا، نتمنوا لهم الخير، ياك ما ربي يدخلوا عائلتهم ويدخلوا الناس الكبار ويولي يتجمع داك الشيء ويولوا يتفاهموا، وهو يعرف شنو عليه وهي تعرف شنو عليها، ويتجمع داك الوليد بيناتهم. واخا انت قلتي واحد الحاجه عاوتاني، لانك يعني حنا دابا نهضروا معاك بالحقانيين ونقولوا ان حنا بقيتي فينا، ولكن حتى انت ما تنسايش انك ما كانش هذا الشخص مهما انه مازال هو ما عمره خرج اليوتيوب وكان داير قناه ولا تيهضر ولا تيدير، حتى انت ما كانش عليك انك تخرجي وتبداي تهضري وما تيديرش وكذا وهذه وهو ما تيبانش في السوشيال ميديا. ما كانش عليك تدخليه في هذه الفيديوهات. مهما انك دخلتيه وبديتي كتهضري وبديتي كديري، وهو كاينه عنده ديك النيه اللي كتقوليها انت انه باغي حتى هو الفلوس من اليوتيوب وباغي كذا، وكان تيتسنى منك تعاونيه ولا تعطيه.
راه بطبيعه الحال غادي حتى هو يدير قناه وغادي ينوض وغيدافع على راسو وغيهضر وغيقول داكشي اللي ضرو واللي ما ضروش، وغيقول داكشي اللي فيك واللي ما فيكش، فهمتي؟ حتى هو تيقول انه كي كتقولي شي حاجات اللي كاينين وشي حاجات تزيديهم عليه وكتكذبيهم عليه وكتقوليهم عليه، فهمتي؟ لذلك راه اللي درتي غيدار لك، فهمتي يا الاخت؟ راه اللي درتي غيدار لك، وخصوصا في هذا الزمان، وخصوصا في هذا الزمان د المصالح. ما يمكنش ان واحد السيد تيشوفك انت كديري فيديو على القبل ديالو، على الاسم زوجي راجلي كذا، كيفاش وقع لي مع زوجي، كيفاش وقع لي مع راجلي، وكتطلعي 300 في. انا قلت 300 الف في، اللي هي دابا حاليا ديك 300 في غتخلي لك واحد 10000 درهم او فهمتي. وفيديوهات طوال عندك، راه هادشي هذا خص المتابع يعرفو. واحد 10000 درهم راه ماشي بقات لنا حنايا في فيديو حكا نشوفو ونتعاطفو حكا تتبكي كذا، لا، راه كاين حتى منه الارباح وكاين منه بزاف د الاشياء، فهمتي؟ واحد 10000 درهم وهو عرف دابا شنو كيدخل الادسنس، حتى هو بطبيعه الحال غيبدا يدير قناه وغيدير حتى هو فيديوهات، واخا يجيبوا له غير 150 الف ديال المشاهده غيدخلوا له حتى هو واحد 5000 درهم حاليا في هذا الادسنس اللي طالع دابا، وهذا الري بي ام اللي طالع دابا. خص انا تنهضر مع المتابع واقعي، فهمتي؟ تنهضر واقعي، وانتم كديروا فيديوهات نص ساعه والمتابع كيتفرج لكم الفيديو كامل، كله ارباح كله فلوس، يقدر الشهر يطيح ب 20 مليون ولا بكثر، فهمتي؟ راه بطبيعه الحال حتى هو يخرج يهضر. كون انت ما درتيش هكاك حتى هو ودارها هو غنلوموه غير هو، ولكن حتى انت كتهضري عليه، وهو ما كاينش مواقع التواصل الاجتماعي. كاين شي حاجه داير لك شي حاجه، وقع بينكم شي حاجه، كاينه المحاكم. عمر اليوتيوب محل المشاكل؟ لا، اليوتيوب انا كنقول حاجه وحده، كيزيد المشاكل ما بين العائله وما بين الاسر وما بين الاحباب وما بين الاصدقاء. خصنا نكونوا واقعيين ونديروا هذه في بالنا. مهما انك انت عولتي انك تخرجي لمواقع التواصل الاجتماعي وتهضري عليه، الا انه حتى هو غادي يهضر وغادي يخرج وغيدير وغيجيو عنده ناس كيشناو وغيبينوا له وغيوريوه شنو يدير وشنو يفعل وشنو يترك. اما باش تقولي الاخت العزيزه ان الناس قلتي حنا تنعطيوكم تنعطيوكم وقتنا وكنعطيو نصائح منا تاخذوا التجربه. لا لا لا، شوفي كوني على يقين ان حتى واحد ما تاخذ من التجربه ديالكم، لان داك التجربات ديالكم كاملين فاشلين من الاول، من الاول فاشلين وباين داكشي. الناس الا بغاو ياخذوا شي حاجه ولا كذا ولا هذه نصائح او ياخذوا واحد التجربه، تاخذوها من شي واحد اللي تيكون فعلا نيتي تستاهل تاخذ منه التجربه. حنا ماشي تنعايروك وتنقولك شي حاجه، ولكن نتوما هذاك الشيء ديالكم من الاول باين انه فاشل. وانت قلتي انك من النهار الاول منين تزوجتي به قبل ما تزوجيك انت عارفه هذا الشيء فاشل، ولكن قلتي ياك ما ربما، ياك ما بغيتي ديري النيه، فهمتي؟ بغيتي ديري النيه، ولكن الغالب الله. لا حول ولا قوه الا بالله. والمهم المتابعين، نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. واحد الحاجه اللي بغيتكم تشاركوها معنا هي تقولوا لنا الراي ديالكم. واش نتوما شكون تيبان لكم الظالم من المظلوم؟ واش هاد زهير ولا هادي يسرى؟ انا راه هذه هي الحاجه اللي لحد الان ما عارفهاش، وما يمكن نكذبش عليكم كاع ندير، حيت اللي درتي اللي تصنتي له تيبان لك مظلوم، واللي تيبان لك الاخر الظالم، عاوتاني اللي تصنت الاخر يبان لك مظلوم والاخر الظالم، وهو ما يعلم بهذا الشيء هذا سوى الله عز وجل. راه لا حول ولا قوه الا بالله. لذلك المتابع ما تمرضوش راسكم بزاف، وما يبان لكمش حكا هذا ولا هذا، هذاك الشيء راه ما تعلم به غير الله. هذا ما كان المتابعين، وتحياتي لكم وشكرا لكم، والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.